هو سؤال وجاوبوني عليه. هاين عليكم ازاي ربنا سبحانه وتعالى يحدد لقاء ما بينكم 5 مرات في اليوم وانتوا تقولوا له لا مش جايين، لا مش فاضيين؟ طيب بدل ما تقابلنا الساعة 12 احنا هنيجي نقابلك 12 ونص. طب لا لا لا، بدل ما تقابلنا 6 احنا مش فاضيين هنتقابل على الساعة 7 ونص. ده ربنا، ده ربنا سبحانه وتعالى قال لك هقابلك دلوقتي، يعني تقوم تسيب كل اللي في ايدك وتسيبي كل اللي في ايدك. طبعا الا بقى الناس اللي معاها اعذار قويه بقى، على سفر بقى، في مستشفى لا قدر الله، معاكم عذركم والدين يسر وكل حاجه. انا هنا بتكلم مع الناس يلي ما بيصلوش خالص، يعني الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. او بتكلم مع الناس اللي بتتكاسل، تبقى سامعه الاذان كده وقاعده ما بتعملش حاجه، وطب شويه طب شويه، طب ناخد ظهر مع عصر، طب ناخد مغرب مع عشاء، طب ناخد عصر مع المغرب. انتوا ازاي هين عليكم ربنا سبحانه وتعالى؟ ازاي هين عليكم ان انتوا ما تلبوش نداه وهو بيقول لكم انا جاي اقابلكم دلوقتي وانتوا بتقولوا له لا؟ والله انا واثقه ومتاكده انك قعدت مع نفسك وقعدتي مع نفسك وفكرتوا في لقاء ربنا بالطريقه دي، هتتكسفوا ان هو يقول لكم يلا وانتوا تقولوا له لا، او تقولوا له مش فاضيين. ان شاء الله باذن الله من دلوقتي كده هنحاول مع بعض ان احنا اول ما نسمع ان نداء ربنا سبحانه وتعالى حي على الصلاه نقوم نجري كده على طول نتوضى ونروح وما ناخرش الصلاه. والله يا جماعه لو احنا احتفظنا بعلاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى على اكمل وجه في صلاتنا، حالنا كله هينصلح. تحياتي للجميع، ويا رب ان شاء الله باذن الله يعلق قلبنا بالصلاه ويريحنا بيها زي ما النبي قال ارحنا بيها يا بلال صلى الله عليه وسلم. تحياتي للجميع، مرة ومغرب.